كل سنة وانتم طيبين. كل يوم محتارين هنفطر ايه في رمضان. جبتلكم النهاردة الفطار من يوم من اوله. هعمل صينية كنافة في التحالي، بس هنزل لكم الطريقة في فيديو منفصل لوحده. كنافة بالقشطة خطيرة، انتظروها في الفيديو القادم. لكن النهاردة الفطار بقى خطير. الاكل ده عن نفسنا احنا يعني بنحبها جدا، اكلة عيش جميلة متكلفة صح. عاملة كبدة اسكندراني، وعاملة كمان سجق اسكندراني طعم قوي خطير، وعاملة مسقعة باللحمة المفرومة، وشوية بطاطس محمرة بقى، وشوية طحينة والخس الجميل ده. عاملين الأكلة بصراحة جميلة قوي. يلا نشوف هبتديت بإيه وعملت إيه، والطريقة بتاعتي البسيطة في الكبدة والاسكندراني والسجق الاسكندراني، الطريقة بتاعتي ازاي. بسم الله نتوكل على الله وادخل على المطبخ بتاعي ونشوف ابتديت بإيه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هدخل على المطبخ ولازم نسمي ونصلي على الرسول. لازم بكل حب بتدخلي المطبخ بتاعك وتسمي الله علشان الحاجة تبارك معاك. اول حاجة ما دخلت على المطبخ بقى شلت القلة الجميلة بتاعتي والمفرش بتاع رمضان عشان نشتغل على الرخامة بتاعتي وميبقاش عليها حاجة. ومعايا نص كيلو سجق ونص كيلو كبدة. ابتديت اتوكل على الله ونبدأ نعمل الاكل بتاعي. بس قبل ما ابتديت كان عندي شوية لحمة مفرومة متعصجة في الفريزر، متعصجين بالبصل والفلفل الالوان والجزر، وجميلة كده. كانت حشوة سمبوسة وفضت معايا. قليت بتنجانتين وعملت شوية مسقعة باللحمة المفرومة، يعني جم كده طبق ولا على البال ولا على النية زي ما بيقولوا. وعملت كان طبقين جمال جدا، جم طبقين مسقعة حلوين قوي. حطيت البتنجان المقلي وفوق اللحمة المتعصجة، وعملت كوباية عصير طماطم متسبكة بالفصين توم، وحطيتهم في الفرن يستووا مع بعضهم كده هوت ويتحمروا. تعالوا بقى ندخل على الكبدة بتاعتي. قطعتها سيور شاورما، سيور رفيعة زي ما انتم شايفين كده. بعد ما غسلتها وصفتها نبدأ نتبلها: ملح، فلفل، كمون، كزبرة، السبع بهارات، بس حبة صغيرين 7 بهارات. اهم حاجة الاساسي في الكبدة الكمون والكزبرة. ومعايا بصلة مفرومة صغيرة، ده اختياري، في كتير ما بيحطش بصل وانا اوقات كتير مش بحط بصل، بس انا حبيت احبشها النهاردة وعملت لها بصلة مفرومة. وكمان توم مفروم بالفلفل الاخضر، ده ما بستغناش عنه لكل التتبيلات بتاعتي. لازم اتبل توم بفلفل اخضر مفرومين واسيبهم في الفريزر لاكلات كتيرة ما بستغناش عنها، ومنهم الكبدة. خدت معلقة حلوة كده، ولو عاوزة تزودي معلقة توم مفروم سادة لوحدها براحتك، لكن الفلفل الاخضر بيدي طعم جميل جدا للكبدة. نقلب كل التتبيله كده مع بعض. واخر حاجه هعصر نص ليمونه كبيره كده او ليمونه كامله حسب الكميه بتاعتك. ده نص كيلو عليه نص ليمونه يدوب حلو قوي. وقلبتها وهسيبها متبله لغايه ميعاد الفطار، يعني انا متبلاها مواعيد العصر، يعني يدوب ساعه او ساعتين، وتسيبيها القرب ما انت تعملي الفطار بتاعك هنسويها. تعالوا بقى ندخل على السجق اللي حطيت له ميه مغليه. انت حطيت السلق على النار، لازم اغلي واسلق السجق لغايه ما ميته تتشرب. ابتديت اقطعه مكعبات قطع صغيره زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى احط التحابيش بتاعته: بصله مفرومه، وهحط كمان طماطم وفلفل اخضر متقطعين مكعبات او سيور صغيره حسب ما انت عايزه. هي تحبيشه السجق الاسكندراني لازم يبقى حاجات كده حلوه حرشه، تبقى جميله قوي. الفلفل الاخضر مقطعاه سيور، والطماطم مقطعاه مكعبات صغيره. نقلب كله مع بعض. وكمان هزود بصلايه متقطعه جوانح، دي براحتكم برضو. لو انتوا ما بتحبوش البصل ما تحطوش الا المفرومه بس. لو انت على قد البصله اللي هي الجوانح تحطوها، لكن المفرومه تبقى الاتنين حطيتهم مع بعض بتبقى جميله قوي. مش هحط توابل كتير علشان هو السجق اصلا متبل، يا دوب بس رشه قرفه وفص توم مفروم. ده توم مفروم بيديها طعم ونكهه جميله جدا مع البصل بقى والطماطم والفلفل الاخضر، حاجه خطيره. ورشه القرفه بتاعتي الصغيره. عاوزه تزودي شويه ملح صغيرين، عاوزه تزودي شويه فلفل اسود، شويه بهارات، لكن انا بصراحه ما حطيتش حاجه خالص الا رشه القرفه دي، وكان الطعم خطير جدا. هسيبها متبله برضو كده لغايه ميعاد الفطار. قرب الميعاد خلاص ابتديت حطيته على النار يستوي كمان بقى. هو يعتبر شبه مستوي مع هو مسلوق، يا دوبك هيتحمر. بس دخلنا على الكبده نسويها بقى شويه زيت سخنين قوي، وننزل بالكبده المتبله بتاعتي. شوفوا الجمال، مش هنقلب كتير لغايه ما لونها يبتدي يتغير.
هنبدأ نحط بصلاية متقطعة جوانح وطماطماية مكعبات صغيرة خالص. هي مش طماطماية، دي نص طماطماية. انا مش بحب احط طماطم في الكبدة، لكن انا سبت حتة صغيرة من وانا بعمل السجق واخدتها وحطيتها تدي لون شوية، عشان ما عنديش فلفل الوان. انا بحب الفلفل الاحمر والاصفر يتحط في الكبدة بيدي لون جميل قوي، لكن حطيت الطماطماية دي تطعمها وتديها اللون. عقبال ما كده تاخد اللون، تعال نحمر شوية بطاطس حلوين بيتي. ده احلى طبق بطاطس تحبي تاكليه في البيت. قطعنا البطاطس وحمرناها، ما بحطش في البطاطس حاجة خالص الا لما تطلع من التحمير برشها شوية ملح وكمون. تعالوا الكبدة بتاعتي خلاص دخلت في السوا، احط لها شوية فلفل اخضر علشان لونهم متغيرش، ده في الاخر. كده الكبدة خلاص في السوا الاخير بتاعها، وده خلاص البطاطس بتتحمر، وده السجق بتاعي. ويلا نقدم سفرتنا. ما شاء الله. دي الكنافة زي ما قلت لكم في اول الفيديو، هعمل لكم فيديو منفصل. ودي الخشاف اللي ما بستغناش عنه، بالبلح بتاع التمر بتاعي والزبيب والمشمش والتين، وقطعت موز فيه. حاجة كده جميلة ما بستغناش عن الخشاف. ودي سفرتي المتواضعة الجميلة اللي يعني بجد كانت أكلة جميلة جدا. وحطيتنا الأكل، وألف هنا وعافية، صوما مقبولا وإفطارا شهيا، وألف حمد وشكر ليك على نعمتك يا رب. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.